السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا طريقة عمل اللبن الرايب او الزبادي في البيت بأقل تكلفة. احنا بقى قلنا كده ايه عشان الغلا اللي احنا فيه وكده والزبادي، علبة الزبادي بقت يعني حجم قليل جدا واسعار يعني فوق الخيال. قلنا بقى ايه هنعمل مع بعض الزبادي في البيت زي ما انتم شايفين بقى كده. احنا بنجيب اي حاجة فخارة. عندي جبت هنا، انا كان عندي بقى الطاجن الفخار ده، جبته وجبت اللبن اهو. بننزل بقى باللبن كده. انت ممكن تدفي الفخار ده او ممكن ما تدفوش. انا ما دفتوش رغم ان احنا في برد وكده، بس انا ما دفتوش ونزلت بقى كده ايه باللبن. الاول هنصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونشوف بقى هنعمل اللبن ازاي. احنا ما عملناش اي حاجه خالص غير اللي احنا جبنا طبق فخار وحطينا فيه كده اللبن زي ما انتم شايفين. لايك وكومنت جميل زيكم. هنجيب بقى كده ايه اي حاجه بقى، فوطه، مفرش، اي حاجه عندي كده نضيفه، وهنغطي بيها اللبن، وهنسيبه بقى كده ايه حوالي يوم او يعني زي يوم ونص كده. هنغطي عليها بقى كده ونحطها بقى في مكان بعيد عن ايدينا، ونيجي بقى كده شايفين الجمال اهو بقى زي الفل اهو. لا ضفنا، ما ضفناش اي حاجه عليه، هو اللبن وبس. يعني في بيحط خل، في بيحط خميره، زبادي، اي حاجه، بس احنا ما حطيناش اي حاجه. زي ما انتم شايفين اهو طالع ما شاء الله زي الفل. لايك بقى وكومنت بقى الفيديو الجميل ده. هنحاول بقى كده اللي احنا نفصل القشطه عن اللبن زي ما انتم شايفين بقى بالطريقه دي سهله جدا. نحاول يا جماعه، ما نقعدش بقى كده ايه نتفرج وخلاص، احنا لازم نحاول ونجرب. ايه ما شاء الله اللبن ده يا جماعه باري. يعني احنا لو كنا عملنا بلبن جاموسي كان زمانه اكتر دسامه، وكان زمان كميه القشطه طلعت اكتر من كده. بس هي باللبن ما شاء الله. اللبن ده بقري بس ما شاء الله يعني دسم برضو. احنا هنا بقى بنبقى مثلا عارفين ناس وكده، فبنشتري بقى لبن من حد نضيف، حد موثوق فيه اهي ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايك وكومنت جميل زيكم. واللي اول مره يشوف القناه يا ريت يفعل الجرس ويشترك وينورنا عشان يوصلوا منا كل جديد. حاجه سهله جدا اهي. بتفصلي، بتعرفي اللي انت بتقدري ان انت تفصلي اهي. شايفين القشطه بتبقى ماسكه نفسها شويه عن اللبن او الزبادي اهي. خلاص احنا كده فصلنا القشطه عن الزبادي. انت ممكن بقى تاكليها كده، الناس اللي ما بيحبش الحاجه الدسمه ياكلوا كده ايه اهو. اصح حاجه واجمل حاجه لجميع افراد الاسره، سواء طفله او اي حد كبير. شايفين اهي ما شاء الله جميل جميل جميل. ما نزلش ميه ولا نزل اي حاجه، وطالع معانا كده زي الفل ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه، والله جربوها بجد اهي اهو. ما نزلش ولا ميه ولا عمل اي حاجه غير اللي هو احنا طلعنا منه القشطه دي بقى. اللبن الرايب اهو اصح حاجه واجمل حاجه بدون اي اضافات، وحاجه مضمونه وفي بيتك، ويعني ارخص بكتير من بره بتشتري علبه الزبادي زي ما قلت مفيش خالص، مفيش كميه خالص. لكن دي بقى بتطلع الكميه اللي انت عايزاها، تطلع كمان قشطه وحاجه مضمونه وفي بيتك، وبتبقى يعني اي حاجه بنعملها في البيت بتبقى طعمها غير يعني اللي احنا بنشتريه من بره. ما شاء الله جميله وفيها بركه كده بجد يا جماعه، غير اللي احنا ايه بنشتري. طبعا في حاجات بنضطر اللي احنا نشتريها فما فيش غنى عنها، لكن لو بنعرف نعمل حاجه في البيت طب ليه ما نجربش ونعمل اللي في البيت اهي. دي القشطه اللبن اهو ما شاء الله. في نهايه الفيديو ما تنسوش اللايك والكومنت والاشتراك وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وفي نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومع السلامه.